الاقناع. موديل ازاي نقنع الكاستمر، مين هو، دماغه ايه، السوشيال ستايل بتاعه، البرودكت بتاعي، ايه الفيتشرز اللي فيه، لما اقف معاه اكلمه، الابروتش، السيلف كونفيدنس، الفيرست امبريشن اللي بتديها عن نفسك، الهاندلنج اوبجكشن تكنيكس والتعامل مع اعتراضاته، البروبنج والاسئله عشان تطلع منه نيدز واحتياجات. كل اللي فات ده ما كانش فيه اي حاجه من تفاوض خالص. يعني ايه تفاوض؟ ده اللي عايز اوصل له دلوقتي. احنا قلنا في اول سيشن لازم نفرق بين البيع والتفاوض. مهارتين موجودين في جيبي. عايز تقنع بفكره، طلع البيع باساليبه بالخطوات اللي انت خدتها. عاوز تحل خلاف او كونفليكت بينك وبين الكاستمر بتاعك، طلع الناحيه الثانيه مهاره التفاوض. مهاره التفاوض نيجوشيشن سكيلز من المهارات اللي هتفرق معاك في كل حياتك، في كل اساليب التعاملات بتاعتك، مع مديرك، مع زمايلك، مع علاقاتك الشخصيه. هتفرق معاك مع الكاستمر بتاعك. مهاره التفاوض من المهارات اللي بيدخل منها والله بيخرج من بعد السيشن بني ادم تاني، بيعيد تفكيره وصياغته الحياه. واحتمال تندم شويه، احتمال تندم ان انت عدى عليك مواقف كتير كان المفروض تكسب منها احسن بس ما كسبتش ليه؟ الله اعلم. جايز كسلت تفاوض، جايز ما تعرفش ان الموضوع تفاوض، جايز انت من الناس ولاد الاصل اللي بيقولوا ان البني ادمين كلهم على فطرتهم. حاجه طبيعيه ان واحد بيقول لي دي ب $100 تبقى $100، مش حاجه غريبه يعني. للاسف المنطق ده طلع منطق غريب. اللي اشتغل بي تو بي وبيشوف الديلات بتخلص ازاي، عارف ان اول كلمه ما هيش اخر كلمه في البيزنس.